وامرأة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج تنادي على رجل من الروم يريد منعها، فانتهرته فصفعها، فقالت: ومعتصماه ومعتصماه ومعتصماه. فيشهد رجل من المسلمين فينطلق إلى المعتصم في عقر دار الخلافة ويقول: حدث كذا وكذا، انظر إلى المستعز بالله كيف يكون. كان معه إناء به ماء يشرب فيه، أراد أن يرفعه فتكلم الرجل فوضعه، لم يشرب شيئا. ثم سمع الحكاية إلى آخرها، فلما انتهى التفت إلى حاجبه وقال: أطمر عليه، يعني غطيه حتى أرجع. يعني يذهب إلى آخر الشارع؟ لا أبدا، ده حرب، لكنه عزيز بعزة ربه. حتى أرجع إليك. فجرد جند الخلافة، والدولة مترامية، ممكن أي دولة تبعنا قريبة من زبطرة نقول له اذهب وحرر المرأة، لكن أبدا. قالت: ومعتصمان نخوة. فانطلق الرجل بجيش الخلافة حتى دمدم على عمورية أسوارها، ودخل فسأل عن المرأة، فقيل: هي في زنزانة كذا، فقال: إلي بمفتاحها، افتحها بإيدي. ودخل أمير المؤمنين حتى فتح لها بيده، ثم نظر إليها فنظرت المرأة وهشت وقالت: أمير المؤمنين. فقال: لبيك أختاه، فاشهدي بذلك غدا عند رسول الله.